أنا وياكم جلاشو لليوم ومننتقل لنشوف مين هو ضيفنا. أنا صاحب العرش، أنا حاكم المحروسة، والآمر والناهي. عايز تنور رضايا لازم تكون في طاعتي. ضيفنا لليوم أقل ما يقال عنه أنه ممثل مبدع، خرج وتخرج من بلد المبدعين حاملا راية التفوق على الذات. طموحه لم يقف يوما عند الحدود المغلقة، بل تعديها لتشمل العالم العربي، وما أدراكم ربما يتجه إلى العالمية. فبعد النجاح الكبير الذي حققه في العديد من المسلسلات والدراما السورية وفي الموسم الأول من سرايا عابدين، اليوم يصور الجزء الثاني من هالمسلسل بدور البطولة الخديوي إسماعيل. معنا مباشرة على الهواء من مصر تحديدا ومن قلب التصوير كمان النجم السوري قصي خولي. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا فيك، وشكرا على المقدمة الحلوة واللطيفة. إن شاء الله هيك نكون مستمتعين. أو أهلا وسهلا فيكم أنتم معنا بالتصوير. شكرا لك ويعطيكم ألف عافية. الله يعافي قلبكم يا رب. قصي، بس بالبداية بدي خبرك قد ايه وليد سعيد انه حضرتك معنا اليوم ومحمس وعنده كم هائل من الأسئلة، وأكيد أنا كمان يعني بدنا نطرحها عليك. فبدنا نتشكرك بداية لأنه هيك خصيتنا، أعطيتنا من وقتك، وبنعرف أنه وقتك جدا ضيق وعندك تصوير وسرقناك من التصوير. لا بعيوني. أهلا وسهلا بوليد، وأهلا وسهلا بريم، وأهلا وسهلا فيكم كلياتكم بإذاعة البلد. مزبوط. أنا بس بدي أقول للمستمعين إنه هالمقابلة وعدتني فيها إذا بتتذكر لما اجتمعنا باليوم الثاني بدبي بعد حفل ليالينا، كنا مجتمعين كلنا سوا، طلبت منك هالمقابلة، قلت لي رح تعطيني إياها وفيت بوعدك. بالضبط طبعا. لا أكيد بتشرف أكيد أنا. أو أهلا وسهلا فيكم. شكرا. قصي، بالبداية أكيد رح نعتذر منك لأنه سرقناك من تصوير المسلسل. خبرنا شوي عن أجواء الجزء الثاني من مسلسل سرايا عابدين. لا أبدا، أهلا وسهلا فيكم. يعني احنا مستمرين بالعمل بالجزء الثاني. إن شاء الله بيكون بنفس العلاقة وبنفس الإنتاج المهم والإخراج والكاستنج الظريف يعني إن شاء الله. وإن شاء الله العمل بالجزء الثاني في مجموعة من المفاجآت، والكلايمكس تبعه عالي جدا. وبخصكم هيك بشيء يعني اكسكلوسيف لكم، انه هو حيكون فترتين، يعني مرحلتين زمنيات، ما في نحكي اكثر من هيك. يعني في نقله زمنيه بمرحله ما من العمل. وان شاء الله هيك بيكون يعني عمل كمان جيد بجزءه الثاني، وبلاقي متابعه كبيره، وبنقدر من خلال هذا العمل حقيقه، لانه انا قلت برجع بكرر يعني انه حقيقه MBC عامله جهد جبار بهذا العمل الأوتري. هو إنتاج حقيقة ضخم جدا. بتمنى كل إنتاجات الوطن العربي يعني تقدر تحصل هذا النوع من الإنتاج. بعرف أنه هو صعب، ولكن الدراما العربية حقيقة بعد هذا القلق والتطور اللي عم توصل له، فمن الضروري أنه يكون في بعض الإنتاجات الضخمة لحتى نحن نقدر من خلالها نكرس هذا النجاح اللي عم تعمله بعض الأسماء، أو كثير يمكن من الأسماء بكافة المجالات بمهنتنا. يعني نقدر هيك نثبت وجودنا بشكل أقوى وأهم. نعم. قصي، بس على التركي يعني ما لا انتوا عم تكفوا وتوفوا، يعني حتى بالتركي الأصوات موجودة، يعني الأصوات السورية موجودة. يعني آخر حدا يحكي الممثلين السوريين على التركي لأنه أصواتهم موجودة بقوة. قصي، يعني مثل ما قلت العمل ضخم، إنتاج ضخم، كان له جماهيرية كتير كبيرة، بس كمان كان في نقد. فبرأيك رح يكون الموسم الثاني ما في نقد، أو يكون بمنأى عن النقد اللي اجتاح الموسم الأول؟ لكن عزيزتي بلا نقد ما في نجاح، يعني كوني على ثقة. لأنه ما في الكمال ما مفترض يكون موجود، أو بالأحرى هو غير موجود. لأنه دائما ونحن أنا قلت وبرجع بكرر، طالما نحن عم نحكي على شيء تاريخي فحكما حيكون في ناس مع وناس ضد، يعني ناس تقول هيك صح وناس تقول لا مو صح وإلى آخره.
ولكن انا بالنسبه لي كواحد عم بشتغل بهذا المسلسل، انا بهمني وبشكل اساسي المتعه اللي يعني حققها المسلسل. نحن مهنتنا قائمه على جذب المشاهد من خلال معلومه او من خلال لانه الدراما هي حقيقه يعني شرطها الاساسي هي تحقيق المتعه للمشاهد. قديش نحن رح ننجح بالجزء الثاني انه نستقطب ناس او نصحح الاخطاء اذا كان في اخطاء مفترض، او انه نحن ما يكون عندنا اخطاء، هذا شيء الحقيقه صعب انا اقدر او اي حدا بالمسلسل يقدر يقدره او يحكي. ولكن انا بقول لك شيء، انه نحن بنفس الجهد اللي مشتغلين فيه بالجزء الاول مستمر، بنفس البذخ الانتاجي، بنفس النجوم الكبار والاسماء، وبنفس الجهد اللي له علاقه بالكاستنج كاخراج واضاءه وازياء والى اخره، اللي هي حقيقه حققت هويه بصريه كانت مفاجئه حقيقه بالوطن العربي. صحيح. بس انا حقيقه برجع كمان بقول وليدو انه التاريخ دائما خلص ما عاد ملك اشخاص، التاريخ ملك اي حدا. صحيح. يتناوله كما يحلو له، ولكن من دون اساءه. يعني نحن مثلا في ناس عم تقول انه نحن رحنا على نساء او بيوت الخديوي او الى اخره، اوكي انا بفترض انه اوكي صحيح رحنا على هذا المكان. طيب بكره ممكن يجي حدا تاني يروح على المكان الاخر اللي انا يمكن ما ارغبه او واحد تاني ما يرغبه. ولكن انك انت بخلال مسلسل من 30 حلقه او 60 حلقه او يا سيدي 100 حلقه تقدر تحكي عن 15 او 20 سنه من الانجازات، فهذا الشيء بيكون صعب جدا ومو غرض الدراما تحكيه، لانه التاريخ بحد ذاته عن جد هو مادة جافة، ما لا مادة ممكن تخلي الناس تتابع يعني بهذا الشغف. هون بس ما نوضح شغلة قصي، نحن مرات كتير بالعالم العربي بنتخبى بخيال إصبعنا. يعني اليوم لناخذ الخديوي إسماعيل، لو صورنا بس إنجازات وشو عمل بس هيدي الإنجازات، أنا بجزم لك إنه ما رح يحقق نسبة المشاهدة اللي رح بيحققها لما بتصور الحياة الخاصة تبعوله، الحريم اللي كان موجودين عنده، هالقصص، لأنه العالم بتحب هيدي التفاصيل الخاصة. هيدي تعتبر مادة مثيرة للمشاهد، ما فينا نقول غير هيك. بالضبط تماما. يعني نحن الشعب بحد ذاته اي انسان هو فضولي لمعرفه الاشياء اللي هي خاصه او اللي هي مخفيه او ما خلف الابواب او في سراديب القصور. يعني هذا الشيء اللي هو ممتع للمشاهد انه يعرفه. ولكن هذا لا يعني انه الماده التاريخيه غير قيمه او ما لازم واحد يستعرضها، ولكن قد تكون بطريقه اخرى يعني، او يكون في مجال اخر. يعني بكره اذا عملوا دوكيومنتري عن الخديوي اسماعيل ما حيحكوا على زيجاته حكما، حيحكوا على انجازاته وحيحكوا على الوجه المشرق والنير. طبعا هو حقيقه انسان عبقري، حقيقه هو انسان عبقري، وحقيقه انه هو عمل انجازات مهمه لمصر والعالم العربي حقيقه. يعني بعدين الدراما دايما بدها شويه ملح وبهار تشد المشاهد. تماما بالضبط. بعدين قصي بس عفوا عم قاطعك، يعني كنت عم تقول انه نحن بنعرف اعمال الشخص بس بنحب نعرف الاشياء الشخصيه لإله، مثل حضرتك بالذات. يعني نحن بنعرف شو عم تعمل مسلسلات، بس هلا بعد شوي بدنا نغوص. عم حضرك بس انه بدنا نعرف شوي هيك يعني عندي فضول، انا شخصيا عندي فضول. قصي اللي بدك يا ولا يهمك، انا جاهز. قصي بالنسبه للسير الذاتيه، نحن بنعرف انه اكثر من مره تم تصوير السير الذاتيه بالعالم العربي. دائما بيحاولوا يضووا بالسير الذاتيه على القصص الحلوه الايجابيه المجيده بحياه الشخص، ما بيفوتوا بالقصص اللي منا حلوه، على عكس المسلسلات اللي بتصور السير الذاتيه برا. وبنعطي مثلا مثل مارغريت تاتشر كيف صوروا كل شيء حياتها، الشيء السلبي والسيء. نحن هون بنضوي على الايجابيات. هيدا اللي تم اعتماده الخديوي عفوا اسماعيل. هلا انا حقيقه لا ما بعتقد، لانه مثل ما قلت لك وليدو في ناس نقدت انه هذا الشيء غير مضبوط وهذا الشيء ما صار وهذا الشيء مخالف للواقع والى اخره. فعمليا نحن ما طرحنا الخديوي اسماعيل بوجهه نظر انه هو الشخص المثالي يعني. بس انا على جوابا على سؤالك، انا جاوبت مره عن هذا الشيء. انا بعتقد نحن يعني انا واحد عربي وافتخر الحمد لله اني انا عربي، ولكن نحن كوننا عربيه عنا مشكله بانه نحن نستعرض الامور باوجهها بالاوجه الكامله. يعني لنفترض سيره ذاتيه يعني، فاذا بدنا نحكي نحن كل السلبيات او الايجابيات او كذا، حيكون في اعتراضات كثير كبيره وما حيكون في حدا حاميك
ويمكن المحطات تقول لك لا انا ما بسترجي اعرض هذا الشيء، لانه نحن مقيدين حقيقه بشروط، مقيدين بمجموعه من الاحكام اللي بتفرضها احيانا قنوات، احيانا دول، احيانا سياسات. يعني خلينا نكون حقيقيين وواضحين، نحن لحد الان لا نرقى لكلمة ديمقراطية حقيقة، يعني بكل تصرفاتنا الفردية والشخصية والمؤسساتية. الديمقراطية كلمة كثير كبيرة علينا، بس نقدر فعلا نحققها نحن بحياتنا اليومية وببيتنا وبالشارع والى اخره، نصير نقدر ننقلها. يعني احنا بالصحافة ما عندنا حرية لحد الآن، بيكتب له واحد كلمة بيطلع له 7000 واحد ضده، وبينطروه على باب البيت بدهم يغتالوه يقتلوه إذا ما سفقوه قنبلة يعني وفجروه. نعم. فالقصة ما لها علاقة، الموضوع كله هو يعني بيلحق بعضه. يعني انك انت لحتى تحقق، انا مرة قلت شغلة وما بدي عاوز انا بس حقيقة نحن غير، يعني نحن حتى نصنع مسلسل مثل أوروبا أو أمريكا أو فيلم مثل أوروبا أو أمريكا، أنا رح أقول لك شو لازم نعمل. نحن بس نقدر نخترع سيارة أو طيارة مثلهم، نحن نقدر نعمل مسلسل أو فيلم بيشبههم. بس أنتوا عملتوا سيارة بسوريا يا قصي، عملتوا سيارة. نعم. عملتوا سيارة بسوريا. عملنا سيارة بسوريا، وبالإمارات عملوا سيارة وإلى آخره، بس ما تسوقت، ما انباعت، يعني إنه ما طلعت العالمية. يعني بس عم تعملوا مسلسلات حلوة. يمكن تطلع العالمية. بس عم تعملوا مسلسلات حلوة. عم نعمل مسلسلات حلوة حكما، وعم نتجاوز السقف. وحقيقة بسوريا بالعشر سنوات الأخيرة صار في هامش الحريات واسع جدا، ولكن بضل في شيء صعب تعمل. يعني تتناول شخصية رئيس مثلا، فحيطلع لك 1000 معترض انه لا هذا غلط هذا صح، حيطلع لك 1000 واحد خايف. ولو انت عم تحكي عن يعني بينتظروا الناس مثلا لحتى تتوفى لحتى يحكوا عنها. وقت بيحكوا عنها بيطلع له 100 واحد. نحن اذا بدنا نكرر هذا لحد الان نتركه يا حرام لحتى يموت. بيتكرر بعد ما يموت وبيتم ابنه او حفيده. فنحن لحد الان مع احترامي الشديد انه نحن لحد الان ما عندنا القدرة نكون يعني حقيقيين بتناول الموضوع. يعني حقيقة بيضل في خوف يعني. نعم. قصي بدنا ناخدك شوي على كواليس المسلسل. هل برأيك أثر انسحاب بعض المشاركين بالعمل على نوعية العمل؟ ومين هيك الأقرب لإلك من أبطال المسلسل؟ يعني هيك كان في انسجام بينك وبينهم؟ يعني طبعا بالكواليس بيكون غير موضوع. طبعا حقيقة أنا برجع بكرر، أنا سعيد جدا بكل اللي بالمسلسل، لأنه برجع حقيقة هن احتضنوني بشكل كتير نبيل، وصار في علاقة ود إنسانية قبل العلاقة المهنية أو العمل. فأنا بحبهم كتير وبحترمهم، نجوم وأساتذة كتير كبار حقيقة، بعتز بوقفتي جنبهم. وعم نستمر، نحن عم نكمل الجزء الثاني وإن شاء الله بتكون نتائجه بإذن الله مثل ما حكينا ممتازة. انسحابات عمليا ما صار انسحابات كبيرة، صار في انسحاب لاثنين يعني من الممثلين، منهم غادة عادل بسبب التزامات ما بشغل تاني ما له علاقة بأي خلاف على ما أعتقد، وبعتقد في حدا تاني كمان عنده التزام أو صار شيء، بس الصحافة بتحكي كثير يعني مع حب الشديد. الأستاذ المخرج عمرو عرفة وتحياتي كمان، لأنه نحن مستمرين فعلا بمسيرة نجاحه وبالشكل الفني اللي والتصور الفني والرؤية الفنية اللي هو يعني أضافه، واللي كان سبب أساسي بنجاح المسلسل حقيقة. وهو اللي اعتذر حقيقة الأستاذ عمرو عرفة، لأنه هو قال بأنه أنا حقيقة أرهقني المسلسل وتجربته السينمائية اللي هي تعتبر 7 أو 9 سنوات، يعني قارنها بهي التجربة من الجهد والتعب حقيقة. فأنا بفترض أنه إن شاء الله العمل مستمر بنفس التوهج يعني تبعه، وإن شاء الله يحقق نتائج مهمة بإذن الله. بس قصي عم بتقول غادة عادل انسحبت لأن عندها التزامات تانية، هل تعتبر إنه هيدا جواب شافي إنه هيدا كمان التزام وعمل كبير وضخم؟ لا أنا ما بعرف، ما أدخل بتفاصيل كثير دقيقة، لأنه يمكن ما لها من يعني أنا ما لازم أحكي عنها، ممكن غادة أو المحطة قادرة تحكي. إحنا كان المفترض التصوير تبعنا بالعقود الأولى إنه نحن نخلص 3 أجزاء بفترة ما معينة، ولكن نتيجة الجهد ونتيجة إنه العمل فعلا طلع صعب وكبير، فما تم خلال الفترة المطلوبة. فصار إنه نحن رجعنا التزمنا مع المحطة بفترات ثانية،
والظاهر انه التراك الثانيه ما ناسبت كل الممثلين لانه اوريدي كان عندهم عقود مختلفه اصلا. هيك بعتقد صار. هلا بالنسبه لي كان الموضوع مختلف لانه انا اساسا ملتزم بالعمل لفتره طويله جدا، فكان انا الموضوع بالنسبه لي مختلف. اما والله العظيم بشكل دقيق انا فعلا ما عندي اي معلومات، بس اللي باكده تماما انه ما في اي خلاف صار مثلا ما بين المحطه او ما بين الاوسري وما بين اي ممثل، يعني هو فقط شيء له علاقه بالسكادجول بالبرنامج تبع التصوير. نعم. قصي حتى لو فلت من المسلسل، يعني المشهد اللي صار بينك وبينه بحوض السباحة انه وين ننساه خلاص، هيدا الممكن بالجزء الاول فما اكيد بنحييها يعني. يعني كان يعني والله وليدو كان مشهد حلو وظريف وعنيف. عفوا ظريف وعنيف. لا ظريف ولكن ليس عنيف، ظريف وطبيعي يعني وعادي جدا بالدراما تصير هيك مشاهد، وكان تم هذا المشهد قدام اقل شيء 50 زلمه يعني. صحيح. وانا صح. حقيقه بحترم يعني جرأة ومهنية وحرفية هذا بهذا المشهد، لأنه حقيقة هذا مشهد مطلوب يعني، وهو كان مهم للدراما بقلب المسلسل، هي علاقة الخديوي وحبه لهي البنت، مو بس حبه، هو يعني جنونه بهي البنت. بعدين المشهد حقيقة على الأقل يعني أنا كممثل وهي كممثلة لو شفناه أنه بده يعمل هذا الردود، لو تكهنا ولو للحظة أنه ردود الأفعال ممكن قد تكون بهذا السوء، ببساطة ممكن نلغيه، أو الشركة تلغيه، أو الكاتب يلغيه، أو المخرج يلعب عليه إنه يتاخذ بطريقة أخرى. ولكن قد يكون لأنه بسبب هو يعني ظرفه كان عرض بخلال شهر رمضان الكريم، ف يعني لقى شوية ردود فعل شوي يعني كانت يعني مستهجن الموضوع، ولكن المشهد حقيقة هو طبيعي يعني ما بعتقد في أي مشكلة. قصي، اليوم لو بدك تختار ممثلة لبنانية لتلعب معها دور بطولة مسلسل عربي مشترك، مين هي الشخصية اللي بتختارها من لبنان؟ واو وليد، هذا سؤال صعب جدا. بدك تسألني ممكن يختارني أنا ألعب معه بطولة؟ ولا الكل بيختار. الكل هيدي ما فيها جدلية، الجدل هو معك مين بتختار أنت؟ في أسماء وفي نجوم كبار كثير، سواء سوريين أو لبنانيين أو مصريين حقيقة، من أنا اللي اشتغلت معهم واللي ما اشتغلت معهم اللي أنا بتابعهم يعني على منا من لبنان. تسمي لنا حدا من لبنان طالما هلا عم نحكيك من بيروت. والله مع حبي واحترامي للكل، أنا كلها رفقاتي وزملائي وبتمنى لهم كل محبة حقيقة. قد تكون يعني أكيد يعني تشرف تكون نادين نجيم. نادين نجيم. نعم. ليه؟ نادين أنا بعرفها من زمان، وأنا كنت شوف فيها انه هي في عندها شيء كثير مهم على صعيد التمثيل، وانا بعتقد انه نادين يعني شكلها يعطيها قدرة على انها تلعب اكثر من نوع يعني خلال الدراما، يعني ما تختص فقط بالجميلة او يعني اذا تقدم لها او انعرض عليها دور ما معين فهي قادرة على فعلا اظهار موهبة او قدرة في الاداء. فأنا بفضل إنه نادين محققة شرط له علاقة بالكمال بهي المهنة، مع شوية يعني مع مادة يعني مسلسل في شيء له علاقة بالدراما عالي، فأنا أكيد ممكن يعني نقدر نعمل شيء مع بعض بعدين. هي من لبنان. يلا إن شاء الله بنشوفكم سوا. بالختام قصي، شو رأيك بقرار نقيب الفنانين السوريين بفصل جمال سليمان ومكسيم خليل من النقابة؟ حقيقة يعني ما بعرف، بعتقد انه بده إعادة إطار الموضوع، وأنا بحترم جدا أستاذ نقيب الفنانين الأستاذ زهير رمضان، وهو إنسان وممثل محترم ونبيل، وحقيقة أنا من الناس والممثلين السوريين بحبهم كثير. أستاذ جمال هو أستاذي حقيقة ودرستي وله فضل كثير كبير علي، هو واحد من النجوم الوطن العربي ومن نجوم سوريا اللي أنا بيهمني دائما يكون اسمه عالي وكبير. أعتقد إنه الموضوع يعني بحاجة لإعادة نظر يعني بحاجة لإعادة نظر يعني
لا ما بصير تتخذ الامور بهذه الطريقه. انا هذا رايي الشخصي، هذا ليس له علاقه لا بنقد زهير رمضان ولا بنقد جمال او مكسيم او اي ممثل سوري، سواء معارض او موفي او حيادي. نحن اولاد بلد، نحن اولاد صح. بلد واحد، في عندنا ازمه ما، في عندنا مشكله ما، لازم تحل بطرق اكثر عقلانيه واكثر سلميه. وحقيقه يعني الله يحمي الجميع، والله يحمي سوريا ويعيش السلام والامان لامنها. ومع محبتي للكل، يعني لكل اللي انذكر اسمهم حاليا كممثلين واللي ما انذكر، انا هدول يعني نجوم بلدي واساتذتي ورفقاتي واللي انا بتشرف فيهم دائما، يعني دائم حقيقه. نعم. قصي، أنا هيك سؤال أخير من باب الطرافة أكيد عم نسأله. بدي أتوجه من خلالك بتحية كتير كبيرة لسوسي اللي ساهمت بهذا اللقاء كمان، ودايما بشوف صوركم هيك على الانستغرام، بشوف صوركم باللونات مازح. بدي أسألك هون شو في بينك وبين سوسي؟ أنا رح أقول لك يا وليد شو في بيني وبين سوسي. أنا سألتها هذا السؤال مرة على الهواء، لأنه هي بتطلع أسبوعيا مرتين معنا بالبرنامج لتخبرنا عن ليالينا. سألتها صارت تضحك. الموضوع هو ببساطة شديدة إن سوسي إنسانة ما شاء الله معروفة، هي شو يعني وضعها بمجالنا، وقديش هي خذت العين شاطرة، قديش هي محترفة، وقديش كل الناس بتحترم شغلها. هذا الجانب المهني. الجانب الشخصي هي إن الناس بالنسبة لي اللي كتير قراب واللي كتير غاليين، واللي أنا حقيقة كتير بكون سعيد وقتها بطلع معها وبنجتمع، وهي صارت هيك من الأسرة، يعني من ضمن إخواتي ومن ضمن عائلتي، فأنا بتشرف فيها حقيقة. فهذا الموضوع والله. هيدا هو بس؟ لا فقط. لاحظت أنا بالأول قلت لك بيهمني أعرف حياتك الشخصية، بس طلع وليد هو اللي عنده فضول أكتر. شايفة الحكي لإلي الفعل لإله. حقيقة بكن لك كل المحبة والود، وهي إنسانة فعلا بتعطي طاقة إيجابية للناس اللي حواليها، لأن هي محبة كتير وبتتمنى الخير لكل الناس. وحقيقة أنا بتمنى لها الخير دائما والله. نعم. ونحن كمان بنتمنى لك كل الخير. حظك حلو انه الوقت دهمنا. كنت بدي اسالك عن القلب، بما انك هيك شوي عم بتفرجينا، يعني ما عم بتخبرنا. نعم. القالب غالب قصدك؟ القالب ما ولا القلب؟ لا القلب. هلا القالب غالب، بس القلب انا كل عملي اطرح. بس يلا حظك حلو زمطت اليوم، بس الا ما نتصيدك مرة تانية. قصي خولي، يعني تشرفنا بالحوار معك، حتى اعمالك بتشرفنا، بنفتخر فيها دايما من نجاح لنجاح. بنتمنى لك كل التوفيق. الله يخليكم. انا فات اني يكون على يعني هوا محطتكم، وشكرا نورين، شكرا احمد، استاذ احمد المخرج كمان، وشكرا يعني اذاعتكم الكريمه، ولكل المستمعين. وان شاء الله دائما لبنان هانئ سعيد سالم من كل شيء، والله يحميكم جميعا. شكرا لك قصي خولي من مصر، اهلا وسهلا فيك. شكرا لكم وتحياتي، الله معكم. شكرا. مع السلامه.